السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة هيلثي دايت. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الخبز او البطبوط كيجي زوين بزاف، منفوخ ورطب وبنين ومشبع بالنسبة للناس اللي باغيين يطيحوا الوزن، وكذلك مناسب لمرضى السكري وكذلك الناس اللي عندهم حساسية الجلوتين. راه كيجي زوين بزاف، كنتمنى انكم تجربوه. ونبداو بسم الله على بركة الله في الوصفة. بالنسبه للوصفه غادي نحتاج، هنا خديت 100 غرام ديال الدقيق ديال الذره، تقدروا تستعملوا بغيتو كميه اكثر بغيتو كميه قل. المهم هاد الكميه انا درت بها جوج بطبوطات. هنا غنضيف 3 المعالق ديال زريعه الكتان الذهبيه، تقدروا تستعملوا حتى الاخرى، انا غير متوفره عندي هذه. وضروري تدخلوا زريعه الكتان في النظام الغذائي ديالكم لانها غنيه خصوصا بالنسبه لنا حنا النساء، يعني كتقاد لنا الهرمون ديال الاستروجين. وغادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال قشور السيليوم. بالنسبه لقشور السيليوم تقدروا تستغناو عليها في هذه الوصفه، خديت عندنا زريعه الكتان غنجمعوا بها هذاك الدقيق صافي. ونسمتو بالزعتر، ضفت شويه ديال الملح. بالنسبه للتنسيم تقدروا تنسموه بحبه حلاوه، النافع، الكمون حتى هو كيجي زوين في هذه الوصفه، الزعتر، كلهم كيجيو زوينين. صافي غنخلط هاد النواشف اللي عندي، ومن بعد غنضيفوا الماء بشويه بشويه، ما غاديش نضيفوا الماء مره واحده حتى نشوفوا الخليط. وكنتمنى انكم تشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. الى عجبكم المحتوى شجعوني وخليوا لي رايكم في التعاليق. وغادا نضيف هنايا غادا نخلط العجين. ما تخليوش سائل بزاف وما تخليوش ناشف بزاف، يعني العجينه تكون طريه كتجمع. صافي هنا غادا نضيف واحد الملعقه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم، تقدروا تستعملوا خميره الحلويات. وغادا نفعلها بواحد الملعقه ديال الخل باش يتنفخ لنا داك البطبوط ويجي مهوي من الداخل. صافي غادا نخلط العجين ديالي بلا ما تدلكو، يعني غير نخلطو عادي. خيت هذيك زريعه الكتان وقشور السيليوم كتشرب لينا هذيك الماء اللي كيكون عندنا، وكتجي العجينه على هذا الشكل، راه كتجي زوينه بزاف وكيكون فيه واحد المذاق زوين بزاف هذا الخبز. بالنسبه للناس اللي دايره الريجيم، يعني انكم غتاخذوا طريف من هذه راه كافي، حيت فيه زريعه الكتان يعني كتحسسنا بالشبع، فيه الدقيق ديال الذره يعني المؤشر الجلايسيمي ديالو هابط، ماشي بحال ديال القمح. مره ماشي مشكل، يعني انا هذه تقريبا كنديرها مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم. كناخذ وحده بحال هذيك 100 غرام، كل وحده درت فيها 50 غرام، يعني كناخذ وحده فيها 50 غرام ديال الكربوهيدرات. صافي هنا خديت مقله دهنتها بالزبده، بشويه ديال الزبده، ودرت ليها شويه الدقيق ديال الذره صافي. وغادا نقاد فيها هاد البطبوطه على هاد الشكل. تقدروا ديروهم حتى خبيزات في الفران، الا بغيتوا ديروهم على شكل خبيزات صغار في الفران حتى هما يجيو زوينين. صراحه انا كيعجبني نديرهم بحال على شكل بطبوط. تقدروا ديروهم بانينو، تقدروا تغمسوا بهم حتى بالنسبه للناس اللي عزاز عليهم التغماس راه كيجيو زوينين بزاف. مثلا بحال الناس اللي عندهم حساسيه ديال الجلوتين ولا هذا كيبغيو ياكلوا الطاجين، كتستعملوا هاد البطبوط راه كيجي رائع الصراحه مع الطاجين. هنا درتو على ما تجهدوش النار، خليو النار مهيله باش يتنفخ لينا داك البطبوط ويطيب لينا من الداخل. اي حاجه كتكون فيها زريعه الكتان خاصها بوطه مهيله، حيت زريعه الكتان كتاخذ شويه الوقت باش انها تجمع، باش انها طيب. صافي هنا راه بدات كتنفخ، فاش قلبت راه بدات كتنفخ. بقاو تضغطوا عليها بحال هكا من الجناب باش تنفخ مزيان، باش تنفخ كلها. وخليوا لي رايكم في التعاليق الا بغيتوا وصفات اخرى، بغيتوا حلويات، بغيتوا انظمه غذائيه، خليوا لي في التعاليق وان شاء الله نديروه في القناه. هنا راه بدات كتنفخ صافي. غادا نقلبها للجهه الاخرى. شفتوا راه كيتحمر وكيجي زوين مع ديك البنه ديال الزعتر، كيجي رائع صراحه. انا بقيت كنضغط عليها باش تنفخ كلها من الداخل، تجي مهويه كلها. وصافي هذه راه تحمرات، غادا نحيدها وندير الاخرى.
وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طيبتهم، كيجيو زوينين ورائعين. هذا شوف كيفاش جا من الداخل، حليتها شوف كيفاش جات، ما فيها خاويه من الداخل، ما فيها لا بابا ما معجنه ما حتى شي حاجه. هادو تقدروا ديروهم كيف ما قلت لكم بانينو ولا تغمسوا بهم، كيجيو رائعين صراحه وبنان. انا خديت هنايا غادي ناخذ هذه في الفطور، انا خديتها مع الشاي الاخضر، وغادي ناخذها مع شويه ديال الاملو. يعني فاش كناخذوا النشويات بحال هاد النشويات خذوا معها زيت العود ولا املو، يعني غتحسسكم بالشبع لواحد المده طويله. وصافي، هذا هو الفطور ديالي. يعني انا في الويكاند ضروري نخترق الريجيم، ضروري كندير ليا بحال هكا خويزات يعني كتكون فيهم شويه النشويات. وكنتمنى يعجبكم، وبسلام عليكم وتهلاو في صحيحتكم.